وصفتنا اليوم اندومي أخضر لليوم الوطني مع صوص الفطر والجبنة الكريمية. على القدر حطيت الاندومي وحطيت عليه كوب موية مغلية مع لون غذائي أخضر، ونحرك لحد ما تنشف المرقة ويستوي الاندومي. وبعد ما استوى الاندومي أضفت ملعقة من صوص الفطر الكريمي وملعقة جبنة كريمية وبهارات الاندومي، ونحرك لحد ما تتجانس الصوصات مع الاندومي، وننزل الاندومي في صحن التقديم. وحطيت رشة زعتر على الوجه وشريحة ليمون رفيعة ورشة من البهارات الإيطالية، وصحتين وهنا. ووصفتنا اليوم بحبيبات الساغو والماتشا لليوم الوطني. حبيبات الساغو لها عدة أسماء، سقدانة أو سقدانة أو سبودانة، ومتوفرة عند العطارين. على القدر ننزل السقدانة المنقوعة، نقعتها في كوب موية مدة ساعة تقريبا، ونضيف عليها حليب سائل مع الماتشا مع قليل لون غذائي أخضر، وأضفت ملعقتين كبيرة سكر وظرف من مسحوق الهيل، وأضفت ملعقة كبيرة كادي، ونحرك جميع المكونات على نار هادئة لحد ما تغلي غلوتين ونطفي النار. السقدانة سريعة الاستواء، إذا طالت على النار بتتكسر وتتفتت وتتعجن. وننزلها على صحون التقديم، ونزين الوجه بالفستق أو بأي مكسرات متوفرة عندنا، وبالعافية. ووصفتنا اليوم مهلبية الماتشا لليوم الوطني. على القدر ننزل 4 ملاعق من الرز المصري المطحون وملعقة ماتشا أي نوع متوفر عندنا. أنا استخدمت ماتشا عضوية اشتريتها من العطار، وحطيت 5 حبات هيل، وحطيت علبة قشطة بتعطينا قوام كريمي وطعم لذيذ، وملعقة كبيرة سكر أو حسب الرغبة. أنا استخدمت السكر البني وممكن نستخدم السكر العادي، وحطيت حليب سائل 400 ملي، ونقلب جميع المكونات مع بعض على نار هادي لحد ما يثقل القوام ويبدأ بالغليان. وأضفت قليل صبغة خضراء عشان نوصل للون الجميل الأخضر، لأن الماتشا لونها خفيف. وبعد ما استوت المهلبية حطيتها بالخلاط الكهربائي. يا سلام، القوام جميل ولا غلطة، ناعم وكريمي. وصبيت الخليط في صحون التقديم، وزينت الوجه بالفستق المجروش. طبعا الزينة اختيارية حسب المتوفر عندنا، وممكن نستخدم النارجين مع الفستق أو اللوز المجروش مع الفستق. صحتين وهنا. وصفتنا اليوم غير عن باقي الوصفات، توزيعات اندومي لليوم الوطني. على القدر حطيت الاندومي وصبيت عليه قليل موية مغلية وقليل لون غذائي أخضر، ونقلب، وأضفت قليل من الحليب السائل، ونقلب من حين لآخر لحد ما يستوي الاندومي، ونضيف عليه بهارات الاندومي ونقلب ونطفي النار، ونجهز صحون التوزيعات، صحون صغيرة أو أكواب صغيرة، وننزل الاندومي بالتساوي على الصحون، ونزين الوجه بشرائح ليمون رفيعة وشرائح من الفلفل البارد، وممكن نضيف أوراق النعناع أو البصل الأخضر ورشة من البهارات الإيطالية. وبالعافية. وصفتنا اليوم مهلبية اليوم الوطني. على النار ننزل الحليب السائل، ونضيف عليه 4 ملاعق من دقيق الرز، وملعقتين كبيرة من السكر العادي أو ظرفين من سكر ستيفيا، ونقلب جميع المكونات مع بعض على نار هادئة، ونضيف قليل لون غذائي أخضر، ونضيف ملعقة كبيرة من ماء الكادي. وإذا طلع معانا القوام ثقيل نوعا ما نضيف قليل موية ونحرك لحد ما نوصل للقوام المطلوب، ونقدمها في صحون الحلا، ونزين الوجه بالفستق واللوز المجروش. وصحتين وهنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم، وانتظروني بوصفات جديدة، وتسعدني آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك.